يا مساء الخير عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي 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 قوي. راجعين بقى بقوة تاني. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة الزبادي بتكات بسيطة جدا، هيطلع منك متماسك زي ما انت ما شايفة كده، ومن اول مرة. اكيد كلكم عملتوه قبل كده وجربتوه، بس ممكن يكون في حصل معاكم مشاكل شوية. هنتفاداها النهاردة في الفيديو، وهقول لكم على كل تفصيلة وكل تكة. تعالوا بقى نبدأ مع بعض. انا عندي كيلو لبن. عايزه اقول لكم ان هو ما كانش طازه ولا حاجه، كان في الفريزر زي ما انتم شايفين اهو متجمد عادي جدا. طلعته وسبته يفك شويه صغيره، وابتديت احطه على نار، بس على نار هاديه جدا، شمعه يعني واطيه جدا، علشان خاطر ما يبقاش في القعر كده ايه حروق او اي حاجه. وبفضل اقلب فيه زي ما انتم ما شايفين كده، علشان انا مش عايزاه يعمل اي وش او اي طبقه من فوق. هفضل اقلب فيه لغايه لما انتوا شايفين كده البخار يطلع منه، علشان ده كده بيكون اتخلص من ميه زياده فيه، او بيكون اللبن بتاعي متركز، ما يكونش فيه اي حاجه. لو هو حتى مغشوش او كده، بيكون خلاص الميه اللي فيه اتبخرت. ودي حاجه من الاساسيات علشان ما يعملش معاكي ميه كتير. هفضل اقلب فيه وعلى النار هاديه خالص. كل ما شويه يعني يهدى، افضل اقلب فيه. وطول ما انا اصلا بقلب بالمعلقه الخشب عمره ما هيفور معاكي، خلي بالكوا. الموضوع سهل جدا جدا. بفضل اقلب حبه حلوين لغايه لما يبتدي يغلي زي ما انتم ما شفتوه. خلاص كده، دي اول خطوه. هغطي عليه واشيله على جنب. ليه بتغطي عليه غايدي كده؟ مش هياخد التهويه بتاعته، لا، علشان بس ما يعمليش القشره اللي انا مش عايزاها دي على الوش. تمام. ابتديت اجيب الكوبايات بتاعتي. هجيب الحجم اللي يعجبك، عايزه تحطي في فخار تمام، عايزه تحطي في ازايز ماشي. في ازاز ماشي، في بلاستيك اوكي، زي ما انت محبه. اوكي، انا جبت دول حجمهم كبير شويتين ثلاثه، بس كانوا حلوين بالنسبه لي. المره الجايه ان شاء الله نغير ونحط في فخار. دي مربى. مستغربين لونها طبعا. انا بعمل مربى شويه متعقده، يعني متعقده اكتر متعقده. يعني السكر بتاعها معقود زياده، علشان ممكن تقعد معايا لغايه السنه. لو عملتها فاتحه او مش واخده سوا جامد، ما بتلحقش، يعني شهرين ثلاثه وتلاقيها ابتدت تعمل ايه وش وحاجات زي كده. المهم انا هعمل بس كوبايتين من المربى، وباقي الكوبايات هعملها ساده. ودي مربى فراوله، الولاد بيحبوها. تمام كده. الباقي بقى هعمله خلاص ساده. بسيب بقى دي تبرد كده على مهلها خالص. انا حضرت كل الحاجه اللي هستخدمها. وسبتها يجي مثلا ساعه او ساعه الا ربع كده، عشان احنا يعني الجو مش حر قوي. فاول لما ايديا ابتدت تستحملها، سواء من بره او حطيت كده صبعي فيها، حسيت ان انا اقدر احط فيها صبعي فتره طويله. هبتدي اشتغل بقى. معايا معلقه كبيره هرميه من اللبن البودره، وعلبه زبادي. علبه الزبادي دي بقى انت اللي هتتحكمي فيها. عايزاه يدي الطعم البلدي، هتحطي علبه زبادي بلدي. عايزاه يدي الطعم اللي هو بتاع جهينة والشركات دوت والحاجات دي، استخدميها برضو بنفس التكنيك اللي انا همشي عليه. زي ما انتي ما شايفة كده، انا استخدمت اللي هو بتاع الشركات وما استخدمتش البلدي، لان انا عايزاه يبقى طعمه ناعم وواخد نفس طعم الشركات. مش حابة طعم البلدي قوي، كمان علشان البلدي شوية بيكون تقيل وشوية مخرز. انا قلبت كويس جدا اللبن مع الزبادي، لبن البودر مع الزبادي، وحطيت ربع معلقه سكر. انا مش عارفه المقطع ده راح فين. اتشال يعني ربع معلقه سكر صغيره. وابتديت انزل حبه بحبه. اهم حاجه الضرب. تقدري تضربي بهاند بلندر، تقدري تفضيهم في خلاط، تقدري تضربي كده زي ما انا ما بضربها، لان الزبادي الشركات بيكون ناعم، فما بيبقاش فيه مشكله خالص في التكتلات يعني، او ان هو مثلا مخرز او كده، لا خالص، ما بيبقاش فيه اي حاجه زي كده. وانا ضامنه اللبن اللي البودره اللي انا بستخدمه ناعم جدا، ونوع نيوزيلندي كويس جدا. فمش هتلاقيه اي صعوبة فيه، وهتلاقيه جميل جدا وناعم جدا جدا. بعد ما حملت حبة كده من بره ودوبتهم كويس، واتأكدت ان هما دايبين كويس جدا، فضيته على كل الكمية اللي عندي. الكمية اللي عندي كيلو من اللبن. تمام كده. وعملوا معايا 6 كوبايات دول. والكوبايات دي مش صغيرة خالص، بل بالعكس كبيرة. يعني تقريبا تملى المج بتاع الشاي اللي احنا بنشربه. ودي كمية كبيرة طبعا على ان حد ياكل علبة زبادي زي كده. بس المرة الجاية ان شاء الله نظبط او نقلل الكمية او نوزعهم على حاجات اكتر يعني. تمام كده. حابة انت تعملي تضاعفي المقدار في الضعفي، بس انا مديكي مقدار على قد الكيلو. معلقة لبن هرمية كبيرة، معلقة اكل كبيرة، ومعلقتين من الزبادي، يعني هي كوباية الزبادي الصغيرة. تمام كده. بس كده هبتدي بقى اوزع كل الكمية اللي عندي بالشكل دوت على الكوبايات اللي معاكي. تقدري تحطي زي ما انت ما قلت، زي ما انا قلت لك، في اي حاجة انت حباها. وجبت صينية بقى من الألمونيا، وعلشان أتفادى سمار اللي بيظهر في الألمونيا لما بنحط بمية سخنة، حطيت معلقة خل كبيرة في القعر الصينية اللي عندي، وبعد كده نزلت عليها بمية مغلية.
بعد كده خلي بالك ان احنا مش عايزين نغطي الكوبايات لغايه الاخر، يا دوبك نصها، علشان واحنا بنحرك كده بالراحه ما يجيش عليها ميه. فيا دوبك انا مغطيه بس ايه نص الكوبايه. الميه بتاعتي سخنه سخنه جدا كمان، مايله الى الغليان، ما غليتش بس مايله الى الغليان. تمام كده. هبتدي بقى اجيب الاسترتش راب وابتدي اغطيه كويس واحكمه كويس جدا، لان انا مش عايزه اي بخار يطلع منه ويفضل بالسخونيه والدفى بتاعه، لان انا مش هشغل عليه الفرن. يعني في ناس في مدرستين، مدرسه تقولك سخني الفرن وبعد كده دخليه وسيبيه بقى جوه، وفي ناس بتقولك تغطيه وتسيبيه في حته دفى كده ومحدش يقرب منها. انا تبع المدرسه التانية، يعني انا ده اللي عملته. انا جبت بطانيه صوف او بطانيه تقيله شويه، حطيتها من تحت وبعد كده حطيت فوقيها الصينيه وغطيتها من جناب شمال ويمين، وركنتها على الجنب لمده 4 ساعات 5 ساعات. يعني من 4 ل5 ساعات لغايه لما تشوفي المعاكي الكوبايه اتمسكت خلاص. انا حكمتها كويس جدا واتاكدي ان هي مقفله من كل النواحي زي ما انت ما شايفه كده، وسبتها بقى في البطانيه الصوف دي 4 5 ساعات، كانت استوت جدا. وبعد كده تمسكت قوي، وبعد كده دخلتها التلاجة. لازم تخش التلاجة وعلى الاقل ساعتين علشان تطلع بالتماسك ده. تعالوا بقى بعد ما طلعتها من التلاجة، انا طبعا فضيت الميه منها بعد ما يعني خلاص طلعتها من، يعني شلت الصوف البطانيه الصوف وفضيت الميه من الصينيه، ورجعت غطيتها تاني لان الكوبايات بتاعتي دي ما فيهاش غطيان. وزي ما انتوا شايفين سبتها ساعتين في التلاجة كده تمسكت بالشكل اللي انتوا شايفينه، ويمكن عليها بس شويه ميه صغيره جدا من فوق مطرح يعني العرق او السخونيه بتاعه الاسترتش. تمام. حتى دي كمان الايه اللي هي بالمربى حبيت اقلبها معاكم برضو عشان ما تقولوش ان هي مثلا عدت تغليفه من تحت ففصلت ده عن ده، لا بالعكس خالص. بصوا يعني قوامها متماسك ازاي، جميله جدا. ويمكن الكاميرا برضو ظلمها شويتين 3 والاضاءه، بس حلوه قوي. ما تنسيش تحطي اللايك والشير لو عجبك الفيديو بتاعي، ولو حاسه ان ايه استفدتي منه ولو حاجات بسيطه سيبيلي كومنت محفز منك علشان احس ان الدنيا تمام معاكي وان انتي عجبك الفيديو، ومستنيه فيديوهات تانية. اشوفك على خير، باي باي.